كنرحب بكم متابعينا الأوفياء وكنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية، أحوالكم طيبة ويلقاكم هذا الفيديو وانتم بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي فيديو جديد ووصفة جديدة غادي نحضروا مع بعض. غريبة ديال الكوكو السميدة غادي تنجح معكم إن شاء الله من أول تجربة. غادي نقترحها عليكم بمذاق ديال الفاني ديال الحامض أكيد وديال البرتقال. ملي كندمجوا هاد ثلاثة ديال النكهات كيعطينا واحد المذاق اللي مختلف، وكتجي هاد الغريبة خطيرة في المذاق ديالها. كيف العاده كنرحب بالناس اللي يلاه التحقوا بالقناه، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم. كنتمنى المحتوى ينال الاعجاب ديالكم ويرقكم كيف ما عودتكم. اذا ما تمشيو فين، خليكم معايا باش تشوفوا الوصفه من الاول حتى الاخير مع جميع المراحل ديال التحضير، المقادير واسرار نجاح الوصفه على بركه الله. كنرحب بكم متابعينا الاوفياء مره اخرى، وغادي نبداو الوصفه ديالنا على بركه الله مباشره. غادي ندوزو للطريقه مع المقادير في نفس الوقت. السيدات ردوا معايا البال، هنا كيف ما غتلاحظوا معايا انا استعملت كميه اللي هي مضاعفه ديال 9 ديال البيضات، مع 3 ديال الكؤوس ديال العنبه سنيده رقيقه، 3 ديال الكؤوس ديال العنبه زيت نباتيه، 750 غرام سميده رقيقه، 750 غرام ديال الكوك يكون نوعيه جيده، قشور ديال الحامض، قشور البرتقال ولا نكهه البرتقال، جوج ساشيات ديال فاني، جوج معالق كبار ديال المربى الخاص بالحلويات. غنحتاجو 3 ديال الساشيات خميره الحلويات، اكيد قبصه ديال الملح باش غادي نصحوا الذوق. كيف ما غتلاحظوا في هذا القياس هذا فانا خدمت يعني كميه اللي هي مضاعفه. بالنسبه للسيدات اللي كيخدموا لي كوموند غادي ديروا القياس ديال 6 البيض، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف كذلك ومثال. القياس ديال نصف الكميه ديال 3 ديال البيض غادي نخليه لكم مكتوب ان شاء الله. اذا كيف ما لاحظتوا معايا دائما في القصريه اللي كتكون ناشفه من الماء كنديروا 9 ديال البيضات يكونوا كبار ويكونوا بحراره المطبخ، مع 3 ديال الكؤوس ديال سكر حبيبات يعني سنيده رقيقه، ما يعادل 450 غرام زيت كذلك ومثال فهو 450 غرام ما يعادل 3 ديال الكؤوس. هنا كيف ما تلاحظوا معايا كندمج الكل جيدا، يعني كنخدموا داك السكر حبيبات حتى كيذوب معنا داك السنيده كتذوب. السيدات ممكن تخطيو هذه المرحله، كتجمعوا الكل كديروه يا اما في الهاشوار يا اما في خلاط العصير، كطحنوا هكا الكل جيدا حتى كتذوب داك السنيده مزيان. وكيف ما كنقول لكم يعني في لي غاطو في الحلويات في اي حاجه كنحضر معكم كندير قبصه ديال الملح باش كنصحح الذوق هكا، والحلويات ديالي كيجيو رائعين بزاف بزاف. اذا هنا كيف ما غتلاحظوا غادي نحاول ندمج الكل جيدا حتى غيندمجوا لي العناصر مع بعضياتهم. بالنسبه هنا لاحظتوا معايا فانا استعملت جوج ساشيات ديال الفاني باش نستمت هكا الغريبه ديالي. غنضيف عليها النكهه ديال لاغوم ديال الحامض ومع قشور البرتقال كيعطي واحد المذاق اللي غزال، وكيتواتى بزاف مع الفاني مع الحامض مع البرتقال كيعطي واحد المزيج اللي غزال من النكهات. يعني كتكونوا كتناولوا هكا الغريبه ديالكم كتجي خطيره في المذاق ديالها مختلفه، يعني واعره بزاف. كنتمنى انكم تجربوها بنفس المقادير اللي حضرتها معكم، ان شاء الله غتنال الاعجاب ديالكم. اذا هنا كيف ما لاحظتوا معايا فانا ضفت قشور ديال البرتقاله يعني كبيره كنحكوا هكا لوزيز ديالها وكنضيفوه. وغنضيف كيف ما غتلاحظوا معايا لاغوم ديال الحامض فكيعطي واحد المذاق اللي غزال بزاف، خصوصا في هذا الجو اللي سخون يعني كيعطي واحد المذاق اللي منعش، وان شاء الله غتنال الاعجاب ديالكم. يعني غريبه اللي سهله، غريبه تقليديه 100%، انما بنكهات اللي رائعه يعني ومختلفه. وكيف العاده كنرحب بالناس اللي يلاه التحقوا بالقناه وبالناس اللي ديجا معايا في القناه بالضغط على الزر الاحمر مع تفعيل زر الجرس. بارطاجيو لاشين مع الاهل والاصدقاء والمعارف ديالكم. وكيف العاده دعموني بزر لايك الاعجاب باش هكا كتحفزوني نعطيكم دائما الجديد والمزيد. وما تنسونيش من التعاليق والاراء ديالكم الزوينه اللي دائما كتحفزني نبقى حاضر معكم وهكا نصور معكم وصفات اللي في المستوى وتستاهل انكم تحضروها بعينيكم مغمضين. هنا كيف ما لاحظتوا معايا كنضيف هكا السميد الرقيق اللي خاص بالحرشه ولا بالبسبوسه. بالنسبه ليا يعني في هذا القياس كنضيف يعني زلافه بزلافه، يعني زلافه ما يعادل 250 غرام. بالنسبه لهاد القياسات يعني كنستعمل فيه في كل 3 ديال البيضات كنحتاجوا زلافه ديال الكوك مع زلافه ديال السميده، ما كنضيفوهمش دفعه واحده لان الكوك يا اما يكون كيتشرب يا اما لا. من الافضل انكم الكوك كتضيفوه شويه بشويه. بالنسبه لي استعملت كميه اللي مضاعفه كنضيف 3 ديال الزلايف مع 3 ديال الزلايف ديال الكوك. اذا هنا كيف ما تلاحظوا كنحاول ندمج العناصر كلها مزيان مزيان، كندخل هكا داك السميده. والنقطه اللي غنشير ليها بالنسبه للغريبه ولا الكوك والسميده، ضروري انكم ملي تكونوا كتخدموا هكا كتدلكوها هكا مزيان باش كتجيكم داك الغريبه ديالكم معلكه وكتجي غزاله بزاف. فواحد الملاحظه غنشير ليها، من الافضل انكم تعزلوا الكوك يكون نوعيه جيده. فبالنسبه ليا الكوك كان ناشف، لذلك كنأكد عليكم انكم تاخذوا داك الكوك اللي كيكون هكا ميدم. واذا طحتو نتوما في الكوك هكا ناشف من الافضل انكم تطحنوه هكا في المولينكس باش كيوليو داك الحبيبات ديالو رقاق.
اذا هنا كيف ما غتلاحظوا معايا حتى ضفت هكا تقريبا كميه مهمه من السميده وكميه مهمه من الكوك. كنضيف في الاخير 2 معالق كبار ديال المربى الخاص بالحلويات، فهو كيعطينا التعليكه وكيعطي واحد المذاق اللي غزال بزاف هكا الغريبه ديالنا. السيدات الا كنتو ما كتوفروش عليه اكيد غتضيفوا كيف ما كنقول لكم دائما معلقه كبيره ديال الجليكوز. اذا كيف ما غتلاحظوا معايا كنبدا نضيف هكا الكوك شويه بشويه. الا لاحظتوا معايا فانا البيض كان عندي هكا يعني حجم اللي كبير، وكل بيضه يعني كان فيها 2 ديال الاصفر ديال البيض، لذلك غيدخل ليا اكثر من الكميه اللي غنعطيكم ان شاء الله. اذا كيف ما غتلاحظوا معايا غادي نستمر بنفس الكيفيه، كنضيف هكا الكوك شويه بشويه حتى كنحصل على القوام المطلوب، ومباشره كنخليه هكا يعني كنضيفوا بعدا خميره الحلويات. يعني في كل 3 ديال البيض عندنا ساشي ديال خميره الحلويات ما يعادل 8 غرام. فبالنسبه ل9 ديال البيض غادي نحتاجوا 24 غرام ما يعادل 3 ديال الخمارات. غادي ندمجوهم هكا مزيان مزيان، وكنخليو الخليط ديالنا كيرتاح هكا لمده ديال 10 دقائق. بالنسبه هكا بحال كتشرب هكا داك السميده والكوك كيتشربوا هكا مزيان. من بعد عاد غنبداو نشكلوا ان شاء الله الغريبه ديالنا. اذا ما تمشيو فين، خليكم معايا. متابعينا الأوفياء، من بعد ما ضفنا 3 ديال الساشيات ديال خميرة الحلويات ما يعادل 24 غرام، كنعلقوا هكا الغريبة مع يدينا مزيان مزيان، ومن بعد كنخليوها تروبوزا لمدة ديال 10 دقائق هكا باش داك الكوك والسميدة كيتشربوا مزيان مزيان. مباشرة كندوزو باش نشكلوا هكا الغريبة ديالنا. كنديروا شوية د المزهر، يعني ما نكثروش، فقط القليل القليل ديال المزهر. وكنمروا هكا الغريبه ديالنا في سكار كلاصي. من الافضل يكون سبيسيال الا كان متوفر، ما كانش كناخذوا سكار كلاصي عادي، يعني كيلو ديال سكار كلاصي. كنضيفوا عليه كاس ديال النشا يكون نوعيه جيده، وكنضيفوا معاه كيف ما قلت لكم ساشي ديال خميره الحلويات. عاد كنمروا فيه الغريبه ديالنا. اذا هنا كيف ما كتلاحظوا من بعد ما عمرت اللاطه ديالي مزيان على هذا الشكل هذا، كندخلوها الفران اللي كيكون مسخن من قبل على نار اللي كتكون متوسطه. ملي كندخلوا اللاطه كنقصوا النار وكنخليو النار على الوجه ديال الغريبه حتى كتفكع معنا مزيان مزيان وكتعطينا داك الشكل اللي حنا باغيين. مباشره كنطلعوا الغريبه ديالنا هكا باش كتزيد تكمل طياب من التحت. يعني الماكسيموم كتاخذ معنا من 10 حتى ل 12 دقيقه فقط داك البيض اللي كيطيب، وما نكثرولهاش كثر في الطياب، لان الا كثرنا لها فهي كتقصح معنا وما غتبقاش معنا مده طويله معلكه ورطبه. اذا كيف ما غتلاحظوا غادي نستمر بنفس الكيفيه. كنشكل الوحدات ديالي كيف ما كنقول لكم، الحجم كيبقى على حسب الرغبه. ممكن ديروا الحجم اللي كيبقى معقول واللي كيخدموا به كل هكا الحلويات والناس اللي خدامين في لي باتيسري. يعني عندنا من 26 حتى ل 28 الغريبات العاديين. اما كيف ما كنقول لكم البهله في اللاطه ديالها كنديروا لها 28، في اللاطه العاديه بحال هكا كنديروا 30 غرام. هذه بالنسبه للغريبه البهله. ان شاء الله جميع الغريبات اللي سبق لي درت معكم في القناه غادي نخلي لكم الروابط ديالهم، سواء الغريبه بالنكهات يعني بالفريز بالحامض اكيد وبالمذاق ديال البيستاج، وغادي نخلي لكم غريبه اللي بالكوكو السميده عاديه. ان شاء الله غادي نخلي لكم جميع الروابط ان شاء الله في صندوق الوصف. اذا كيف ما غتلاحظوا معايا من بعد ما دخلت اللاطه ديالي طابت يعني وتفقعت على هذا الشكل هذا، ما كنكثروا لهاش الطياب كيف ما قلت لكم باش هكا ما كتيبش معنا وكتبقى معنا مده اللي طويله معلكه وكتبقى معنا فتيه. مباشره من بعد ما كنطيبوا هكا الغريبه ديالنا كنخرجوها، ما كنقيسوهاش نهائيا. كنخليوها على الاقل حتى كتدفى واحد شويه، يعني ما كنخليوهاش حتى كتبرد تماما، لان الا بردت فاكيد داك الصهد ديالها كيرجع هكا عليها وكتعجن معنا. لذلك كتخليو الغريبه غير كتدفى عاد كتحيدوا هكا بشي سباتول هكا ولا اللي عندكم متوفر في المنزل ديالكم، كتحطوه على شي منديل ولا شي هكا بلون دو طرافاي يكون هكا ديال الخشب باش كيمتص داك لاميديتي. اذا كيف ما لاحظتوا فالشكل ديال الغريبه ديال اليوم كتجي غزاله بزاف، كتجي مفقعه معلكه ناجحه من اول تجربه بمذاقات اللي مختلفه. منين تكونوا كتناولوا فاكيد يعني داك المذاق ديال الحامض مع ديال البرتقال مع ديال الفاني، واحد المزيج من النكهات كيعطي واحد المذاق اللي غايه في الروعه. وكيف العاده كنرحب بالناس اللي يلاه التحقوا بالقناه وبالناس اللي دايجه معايا في القناه بالضغط على الزر الاحمر مع تفعيل زر الجرس. بارطاجيو لاشين مع الاهل والاصدقاء والمعارف ديالكم، وكيف العاده دعمونا بزر لايك للاعجاب باش هكا كتحفزوني دائما نعطيكم وصفات اللي سهله اقتصاديه وفي المتناول وفي نفس الوقت كتعم الفائده. وكيف العاده ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي مع الاهل والاحبه ديالكم والاصدقاء والمعارف ديالكم، ودائما خليو لي هكا تعاليق زوينه بحالكم، الاراء ديالكم الاقتراحات ديالكم ان شاء الله اكيد غادي نلبي الرغبه ديالكم. وغادي نحضر معكم وصفات اللي غتكون مختلفه ان شاء الله متنوعه
وفي المتناول وعلى قد الجيب كيف ما عودتكم دائما. اذا متابعينا الاوفياء، وصفتنا كيف العاده وصلت لنهايتها، وكيف ما كتلاحظوا معايا غريبه ديال الزمن الجميل، غريبه تقليديه 100%، بمذاقات اللي مختلفين، يعني بثلاثه ديال المذاقات اللي كيعطيو واحد المذاق اللي غايه في الروعه. تحضروها لي كوموند ديالكم، تحضروها هكا العائله الحباب ديالكم، فهي كتجي لذيذه بزاف، واللي تلقاه كيتناولها اكيد غادي يسالكم على السر ديالها، داك المذاق اللي مختلف فيها كيعطي واحد النسمه اللي غزاله بزاف. بالنسبه لثمن البيع هاد الغريبه هذه، كيف ما كنقول لكم دائما 80 درهم للكيلو. بالنسبه للعجنه كتبقى دائما 130 درهم للكيلو. اذا كيف ما لاحظتوا فهي كتجي غزاله مشقه ناجحه من اول تجربه. كنعطيكم وصفات عن تجربه. ملاحظه بالنسبه للسيدات، الا لقيتوا هكا خدمتوا الخليط ديالكم وبقى معكم خفيف، يعني غتنقصوا واحد الكميه، يعني غتخدموا شويه بشويه وغتزيدوا شويه ديال السميده هكا، غتشكلوا النص الثاني على ما طيبوه، وكترجعوا للنص اللي بقى لكم عاد كتزيدوا له، يا اما كيكون تشرب مزيان، والا كان ما تشربش عاد غتضيفوا له كميه من السميد. بالنسبه لهذا المقطع هذا فانا حضرته من عجنه واحده اخرى، يعني كنت خدمتها وجاتني على هذا الشكل هذا، فانا بغيت انني نشاركها معكم. كتجي غزاله بزاف، معلكه ناجحه من اول تجربه. اذا متابعينا الاوفياء، دمتم في رعايه الله وحفظه، الى الملتقى في وصفه قادمه ان شاء الله.